مفيش عقار غالي. والله حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. كتير من الناس اللي بتدخل تسألني عن الوحدات اللي بعرضها بتسألني سؤال واحد بس: كام السعر؟ ولما ببدأ أشرح تفاصيل الوحدة يقول لي لا أنا عايز أعرف السعر بس. وحتى لما بقول السعر بشكل مباشر يقول لي يا عم غالي. طب خليني أسألك سؤال، يعني إيه أصلا عقار غالي؟ تخيل معايا المثال ده: بيت مساحته 5 غرف متشطب بالكامل بكام؟ 20 مليون جنيه. طبعا هتقول لي غالي. اصبر بس هوضح لك. بيت 5 غرف متشطب بالكامل جاهز للاستلام وفي شرق القاهرة، يعني ممكن يكون تجمع، مستقبل، عاصمة، شروق، حاجة كده. هتقولي يا عمي برضو كتير. طب بيت 5 غرف متشطب بالكامل جاهز للاستلام في القاهرة الجديدة وبجنينة كبيرة، كده هتبتدي تحس ان الموضوع معقول شوية وفي كلام. طب خد دي: بيت 5 غرف متشطب بالكامل جاهز للاستلام وفي القاهرة الجديدة بجنينة كبيرة قريب من 90 وجنب خدمات زي المستشفيات والمولات وحته من بتوع الاغنياء دول. ساعتها هتقول لي ايه ده يا عم؟ ده لقطه، ده اقل بيت في الحته دي ب 40 50 مليون. اللي غير وجهه نظرك ما بين المثال الاول والاخير هما التفاصيل، مع ان هي نفس الوحده. عشان كده مش برد بالسعر بس، عشان تقدر تحدد اذا كان البيت ده فعلا يستاهل السعر اللي انا هقوله لك ولا لا. فما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك ان الوحده الفلانيه سعرها كذا وانت معاك فلوسها فتجري تشتريها. في عقارات سعرها مناسب لقيمتها، وفي عقارات اوفر برايس، وفي حاجات لقطه قيمتها اعلى من سعرها حتى لو مش معاك فلوسها. فقبل ما تدخل تقول لي بكام، اديني فرصه اقول لك تفاصيل المشروع وبعد كده قرر السعر مناسب ولا لا. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.